السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأنوار على كل المتابعين. إن شاء الله تعالى الفيديو ده فيديو مهم جدا، يعني مش عايز أقول لك كده، هقول لك فيه خلاصة تربية حمام، وهقول لك فيه إزاي برضه لو أنت عايز تنتج زغاليل كتير جدا ومش عايز أمراض عندك، خصوصا في الوقت ده من السنة، لأن إحنا دلوقتي يا جماعة الخير في موسم الإنتاج، وإحنا في ذروة الإنتاج، إحنا في قلب الإنتاج. فاللي مش بينتج دلوقتي فناقصه كتير جدا في تربية حمام. ركز معايا في الفيديو ده شوية عشان ربنا يكرمك ويكرمنا ويكرم الجميع إن شاء الله تعالى. ولكن يا شباب قبل ما نبدأ الفيديو ده يا ريت ندعم الفيديو ده بلايك، وقبل اللايك كمان طبعا زي ما متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اول شيء يا جماعه الخير ان انا لازم اقدمه الحمام في الوقت ده من السنه، لازم نقدم الحمام الكلسم. طبعا الكلسم ده زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده موجود في الديكال وفي البديكال، لازم نقدم الكلسم. الكلسم بس مش هيحمي الزغاليل بتاعتك، الكلسم بس مش هيخلي النوتيون ان هي تبيض، لا ده كمان هيلحم العش بالعش. شايفين يا جماعه الخير ما شاء الله تعالى، يعني دول الزغلولين يعني لسه ما كملوش 20 يوم، الاهالي بيضه ما شاء الله تعالى، يعني الخير كتير جدا. دولت برضو زغاليل يا جماعه الخير، يعني الزغاليل دي يعني مش عايز اقول لكم لسه ما جابتش والله العظيم 20 يوم، وطبعا الاهالي كلها بتبيض وكل الحمام عندي رايد على بيض رايد على زغاليل. طب ايه السر؟ السر ان انا بقدم الكالسيوم اول النتايه ما بتبيض، دي اول سر من الاسرار بتاعتنا، ان انت لازم تقدم الكالسيوم اول النتايه ما بتبيض، لان الكالسيوم دوت هو اللي بيحتاجه النوتي عشان ان هي تبيض وعشان هي تقر بيض. في حمام الناس عندها حمام بيريح الحمام عندها بالسنه، السنه بتبص تلاقي الحمام بيريح بالثلاث اربع شهور. طب ايه السبب؟ السبب ان هو قله فيتامينات، وخصوصا الحمام المحبوس، خصوصا الحمام المحبوس بتلاقيه مريح وقت طويل جدا. ليه السبب؟ طب ده السبب هو ده نقص الكالسيوم ونقص العناصر الغذائيه في جسمه. انا لازم برضو اكون العناصر الغذائيه في جسمه عن طريق الديكال او البديكال. وعندك طبعا الفوريتال، طبعا الفوريتال ديت فيتامينات جميله جدا انا بستخدمها من فتره طويله جدا. طيب طريقه الاستخدام ان انا بجيب 5 سم على لتر ميه او سم ببق النتايه، اول ما تحصل ده سم بقها. تاني حاجه بقى ودي اهم حاجه، يعني مش عايز اقول لك دي عمود الغيه او عمود تربيه الحمام او اساسيات تربيه الحمام، في الطبق اللي انت شايفه قدام حضرتك دوت. انا بستعجب وبستغرب من ناس كتير جدا بتقول لي يعني ايه التحديق ويعني ايه خلطه التحديق. خلطه التحديق ده يا جماعه الخير يعني هي الاساسيه، وهي يعني مش عايز اقول لك ده كالسيوم، ده الطبق اللي انتم شايفينه دوت هو ده كله كالسيوم، مليء بالكالسيوم حرفيا. ده طبعا عباره عن رمل، طبعا الرمل ده متعارف عليه موجود في الدنيا كلها. وده طبعا كسر طوب احمر، ده كسر طوب احمر، دي انت هتجيب طوبه حمراء زي كده وتبدا ان انت تفرفت الطوبه. طبعا عندك شاكوش، عندك اي اله تقيله ان انت ممكن تفرفت بيها زي كده يا جماعه الخير. بجيب الشاكوش وان انا بجيب الطوبه الحمراء وابدا ان انا اكسر طبعا ديت بالناتج بتاعه واخليه فرفيت صغير كده بحيث الحمام يقدر ياكله ويقدر يقتنيه. تاني حاجه ده طبعا انا ما لقيتش منه كتير والله، يعني قلت حد هات لي حبه ففكر ان انا هجيب، يعني جاب لي حبه صغيرين، ده تراب الارض الزراعيه. اوعى بقى تروح تجيب لي تراب من اي مكان وخلاص، بيبقى فيه مواد بتروليه واشياء زي كده. يفضل ان انا اجيب تراب من اي ارض زراعيه وان انا ابدا انشفه وابدا ان انا طبعا بالشكل دوت، وابدا ان انا اطحنه برضه او افرفته بالشكل دوت. دي ثالث شيء دون الفحم، ده فحم يفضل يكون فحم نباتي، يعني يكون فحم بتاع اشجار. يعني الفحم بتاع الاشجار ده برضه الحمام يعني مش عايز اقول لك ده مضاد سموم، وطبعا برضه محتاجه جسم الطيور بتاعتنا كلها. طبعا لو ما لقيتش برضه فحم ممكن تجيب اي خشبه عندك تكون خشبه فواكه او اي شيء، وان انت تبدا ان انت تولع فيها بالشكل ده، هتبدا ان انت تستخلص منها الفحم بالطريقه ديت. ولو عندك طبعا موجود مفيش مشكله، طبعا في محلات كتير جدا بتبيع الفحم، طبعا اساسي في تربيه الحمام. تاني شيء برضه يا جماعه الخير طبعا ده كسر الطوب الابيض، ولو ما عندكش برضه كسر طوب ابيض ممكن توفر الجير، يعني ده كسر طوب ابيض بنجيب برضه طوبه بيضه وان انا ببدا افرفتها، برضه بجيب الشاكوش بتاعي ان انا برضو ان انا ابدا ان انا افرفت طبعا الطوبه البيضاء زي كده يا جماعه الخير. بجيبها مكان زي ما انا شغال كده، بجيب الطوبه البيضاء طبعا ان انا بجيب شاكوش برضو بنبدا نفس ما عملت مع الطوبه الحمراء بعمل مع الطوبه البيضاء، وابدا الم الاشياء ديت وان انا ببدا ان انا اعمل الطبق بتاعي. طبعا في حاجات كتير جدا ان انت ممكن تعمل بقى خلطه تحديق دوت. برضو كانت بودره بلاط موجوده عندي، طبعا بودره بلاط ديت يعني لو مش موجوده عندك ما عندكش اي مشاكل، ولكن برضو انا بضيفها لطبعا الخلطه بتاعتي. الاشياء ديت مهمه وضروريه جدا. انت لما بتذبح الحمام بتاعك مش بتلاقي في القناصه بتاعته كده بتلاقي رمل واشياء زي كده، هو ده الاشياء ديت اللي بيحتاجها جسم الحمام عشان النتايه تبيض، عشان النتايه تبيض. ده يا جماعه الخير قشر بيض، انا طبعا ما لقيتش والله بيض فكك عنده النهارده، ولكن ممكن تستخدم اي قشر بيض، قشر بيض دواجن، قشر بيض بط، قشر بيض وز، اي قشر بيض موجود عندك ان انت بتجيبه. ويفضل كمان ان انت تغسله بخل تفاح او خل، طبعا الخل العادي، وان انا احمصه شويه في الفرن، ابدا ان انا احمصه
في الفرن شويه، بحيث ان انا اما اعرف افرفته يعني تلم اي قشر بيض عندك. ده القشر بتاعه كله كالسيوم، يعني القشر بتاعه كله كالسيوم. انت بتلاحظ ان الحمام بياكل قشر البيض دوت لان هو عارف الحمام محتاج ايه، فانا لازما ان انا اوفر له الحاجات دي عشان ان انا ازود الانتاج عندي. الحاجه بقى المهمه دي كلها طبعا كلها موجوده في البيت، يعني انت مش بكلفك اي حاجه نهائي، او ان انت مش هتصرف اي حاجه نهائي. ده كيس الملح ده بجنيه، يعني الصوديوم ده مهم جدا جدا، والتمليح مهم جدا للحمام. حضراتكم ما بتلاحظوا الحمام بنقر في السور وبنقر في السطح وبنقر في الاشياء دي، بيبقى بيستخلص الاملاح المعدنيه من الاشياء دي. فانا لازم ان انا اوفر كيس الملح ده. كيس الملح ده بجنيه، ان انا بحطه على خلطه التحديق، زائد ان انا بفرفت قشر البيض على الخلطه ديت، ونبدا ان انا اقلب الخلطه دي على بعضها، ونبدا ان انا اقدمها للطيور بتاعتي. الخلطه ديت فعلا هتخلي عندك انتاج كتير جدا، وهتخلي عندك خير كتير جدا، ولكن لازم تشتغل صح. تجيب الخلطه دي، وان انا نبدا ان انا اقلبها على بعض بالشكل دوت، وان انا ابدا. وخصوصا يا جماعه الخير في ملحوظه هنا، خصوصا الحمام المحبوس. يعني الحمام المحبوس ان انا لازم ان انا اقدم له الخلطه دي يعني باستمرار قدامه، من ان انا الخلطه ديت ان انا ما اقطعهاش من عند الحمام. ده الملح يا جماعه الخير، ان انا برضو ابدا ان انا ارش برضو شويه، ما ارش كتير، يعني ارش مثلا ده ربع الكيس ده تقريبا، وابدا ان انا اقلب الخلطه كلها بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دوت، وان انا ابدا ان انا اقدمها للطيور بتاعتي. وزي ما قلت لكم ما اقطعش الخلطه ديت من عند الحمام المحبوس، لان الحمام الطاير بيعرف يعمل خلطه او بيعرف يقتني الاشياء ديت من بره. تالت حاجه معايا بقى في الفيديو دون حاجه برضو، يعني مش عايز اقول لك دي، يعني هي ده يعني برضو الاشياء دي كلها بتكمل بعضها. يعني ما ينفعش ان انا اعمل شيء واسيب التاني، الاشياء كلها اللي احنا بنقولها ديت لازم بتكمل بعضها. تالت شيء يا جماعه الخير، والتغذيه السليمه. التغذيه السليمه ان انا لازم اوفر للحمام بتاعي كذا نوع حبوب. مش لازم ان انا اروح اجيب طبعا الكلفه اللي هي ب 16 ب 17 ب 18 والقصه دي كلها، لا، اوفر للحمام بتاعي اي ثلاث انواع حبوب من عندي. يعني عندك الحمام زي ما قلنا برضو قبل كده، الحمام بياكل اي شيء بينطلق عليه اسم حب، الحمام بيقتنيه والحمام بياكله. يعني انا ممكن اوفر له مثلا ذره، اوفر له مثلا الغله، اوفر له مثلا الذره العويجه، اوفر له مثلا معاهم شويه طبعا بادي، او شويه طبعا البادي بنسب، عشان برضو الناس ما تقولش ان انت بتستخدم البادي، وناس كتير بتهاجمني بسبب الموضوع ده. البادي ده انا ما بقدرش استغنى عنه بامانه الله. يعني في ناس بتقول لك حد بيستخدم البادي فيه سموم، انا عارف ان البادي فيه سموم، ولكن انا بشتغل معاه بطريقه معينه. انا بستخدم البادي يا جماعه الخير 20% من نسبه الكلفه، لان البادي ده هو اللي بيسمن الزغاليل. البادي ده اللي بيخلي عندي الزغاليل ما شاء الله تعالى، يعني احجام ما شاء الله تعالى. وبعدين انا كمان بشتغل مع الحمام بتاعي بطريقه معينه، انا بقطف الزغاليل بعد 10 ايام، وببدا ان انا اشتغل معاهم بالبادي وكسر العيش. ولكن الحمام ده بيبقى للذبيح فقط، ما بيبقاش طبعا لان انا يعني بطيره بعد كده عندي في المكان، ولكن ده بيزود الانتاج، وده بيخلي عندك انتاج كتير جدا. ان طبعا لازم اقدم التغذيه السليمه. طبعا انا يعني ده الرز ده طبعا يا جماعه الخير يعني ضروري برضو مهم، ده من الحبوب، نوع من انواع الحبوب. والحمام طب سبحان الله، انت لو سبت الحمام حر في الحريه بتلاقيه بيروح ياكل الحبوب ديت من الزراعه، يعني بياكل الرز، بياكل الغله، بالحياه اللي هي بتبقى متساقطه من المزارعين. فانا لازم اوفر له، يعني مش هقول لك لان طبعا الرز غالي دلوقتي، فمش هقول لك ان انت تقدموه كل يوم، قدم له حتى على الاقل وجبه كل اسبوع. وجبه كل اسبوع مهمه جدا وضروريه جدا للحمام بتاعي، لان انا لازم اقدم الوجبه ديت، عشان لو انت عايز تخلي الحمام عندك يبيض باستمرار، فطبعا وجبه الرز دي مهمه جدا. وانا يعني ملاحظ ان مفيش حد بيتكلم عن الرز الابيض ده. يعني الرز الابيض ده يعني لو انت حطيت عليه شويه ملح، ده طارد قوي جدا للديدان، وبيقتل الديدان، وبيعمل اسهال للحمام، بينزل كل الامراض اللي في جسمه. لو انت حطيت زودت شويه طبعا ملح على الرز الابيض ده، مهم جدا جدا وضروري جدا جدا جدا. فانا من هنا لازم اعرف ان لازم اوفر 3 4 انواع للحمام من اي حبوب عندي، عشان الحمام بتاعي يبيض، وان الخير عندي يزيد ان شاء الله. اخر حاجه ان شاء الله تعالى هتكلم على فيديو النهارده النظافه مش شرط ان انا نظافه نعمل عمليه استحمام، لا، ده النظافه ديت نظافه المسقه، نظافه العين، نظافه الطاجن، نظافه المكان عندي. لازم اهتم بالنظافه عندك. طبعا لو انت هتعمل عمليه استحمام للحمام، ممكن ان انت تستخدم الافريزين او الاكسوميثرين، حاجه من الاثنين، وممكن تجيب شويه خل تفاح او شويه ليمون وشويه ملح والكلام ده كله، وتحطه في الميه، وتبدا ان انت تعمل عمليه استحمام للحمام، هينضفه من الحشرات. هتلاقي عندك الحمام فايق ورايح، هتلاقي الحمام بيدعي لك. صدقني والله العظيم لو عملت الاشياء اللي انا بتكلم عليها في الفيديوهات، هيبقى عندك انتاج كتير جدا، وهيبقى عندك خير كتير جدا. يعني الزغاليل ما شاء الله تعالى شايفين طبعا ديت كميات انا بقطفها، يعني كل فتره بقطف كميات زي كده، بقدر اسوق الزغاليل ديت، بقدر ان انا اكل منها في البيت، بقدر ان انا اجيب منها دخل من المنزل. مشروع الحمام يا جماعه خير مشروع مربح، ولكن لازم اشتغل بيه بعقل، او ان انا ابقى مركز في ان انا اوكل الطيور بتاعتي الاشياء اللي هو محتاجها والاشياء اللي هو بتفيد جسمه. ده فيديو النهارده يا جماعه خير، اتمنى اكون وصلت لكم معلومه، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. لو وصلت معايا في لحد دلوقتي ما تبخلش عليا باللايك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.